السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه، وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه طرش من العيار التقيل يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرتي اللي انت فاهم الدنيا بقى، انزل ادينا لايك شارك فايح سايح نايح. ولو انت لسه جيست جديد انزل اشترك في القناه واعمل الجرس على الكل، اهم حاجه يا عزيزي. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابني. طيب السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه النهارده؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ومعلش طبعا على التاخير ده كله، بس اقسم بالله مضغوط في شغل وبتاع والواحد طالع عينه حرفيا. بس ان شاء الله هنستمر وهنزل مثلا كل 3 ايام فيديو حاجه زي كده، يعني هرجع ان انا زي الاول. النهارده قلب اخوك جاي يوضح معلومه بسيطه يعتبر عن طريقه حظر الارقام، جايب لك افجر طريقه حظر ارقام في المجال تما. ودي طبعا جديده، وانا عامه انا اصلا ما بشرحش طرق حظر ارقام، بس دي طبعا الطريقه دي جديده. وجيت ان انا افهمكم واديكم المعلومه عنها، يعني نبذه عن الطريقه عامه كلها. تمام، فتركز في الفيديو كم متنساش تعمل سبسكرايب عشان عاوزين نوصل طبعا 10 كيف اسرع وقت. لايك الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. وبالنسبه طبعا ان انا يعتبر مهمل في قناه التليجرام وكده، بس هو والله قلت لكم ان انا مضغوط في شغل وكده، بس ان شاء الله باذن ربنا هنستمر الفترة الجاية. طبعا أنا أصلا بشرح مقدمة الفيديو دلوقتي وأنا في الشغل عامة، بس مش خسارة فيكم أي حاجة عامة يا إخواتي. تمام. مش عايزين إن أكتر كتير في المقدمة، ويلا بينا على الشرح. Let's go يا صديقي. بص يا البخور، لو أنت بقى محتاج تحمل أي حاجة من عندي وتقول لي أحملها إزاي في الكومنتات، تعالى أقول لك تحملها إزاي. أولا أنت هتيجي على مثلا حاجة على الفيديوهات بتاعتي. تمام. وهتيجي مثلا وليكن على آخر فيديو اللي هو نازل من 11 يوم أصلا، لو انا نزل من 11 يوم، فيا ريت نشد، عايزين نوصل 10 كده في اسرع وقت اقسم بالله. تمام. هنيجي هنا، هتيجي اول ما تخش على الفيديو كده تضغط على كلمه المزيد، بعدين كلمه المزيد تاني هتلاقي كل اللينكات اللي انا قلتها اللي انا بقول عليها هنا اهو. فانت لازم تخش على اللينكات دي كلها وتنضم في قناه الواتساب، قناه التليجرام. لكن بره واتساب بطلت اعمل والكلام ده. تمام. دي معلومة لو انت حابب ازاي مثلا تحمل اي حاجة من عندي. المعلومة التانية ايه عشان نخش بينا في الشرح على طول؟ تعالوا بينا. اول حاجة تجيب نسخة واتساب. النسخة هنقرب النسخة تمام علشان اشرح لكم بالعربي. تمام. بس كده، المهم ان انت تخش على النسخة وبعد كده هتيجي على المساعدة. تمام. ركز في الشرح اللي انا هقوله كويس. تمام. بعد كده هتيجي على هو مركز المساعدة. تمام. عشان اقول لك انا هتعمل ايه بالظبط، وبعدين مركز المساعدة. تمام. بعد ما تخش على مركز المساعدة، بس الفيديو ده هيكون توضيح شامل لطرق حظر الأرقام عامة. تمام. فأنت هتيجي هنا، هتيجي على الحسابات، تقريبا الحسابات وحظر الحسابات. تمام. بعد كده هتيجي على حظر الحسابات. تمام. نبذة عن حظر الحسابات. تمام. هيجيب لك ده كله، انت هتكتب نعم، هتدوس نعم تقريبا او لا، وبعدين هتدوس تواصل معنا. تمام. هيجي فاتح دردشة تلقائي بينك وبين آه فريق دعم واتساب. تمام. طبعا احنا دلوقتي هنروح نجيب الكود، وطبعا لازم تنضم في قناة التليجرام عشان انت هتلاقي الكود فيها وكده. تمام. طبعا ركزوا في الفيديو عشان في باسورد مكمل 4 أرقام ولهم رقمين في رقمين. طبعا انا مش هبين اي حاجة في التيرة عامة. تمام. هنخش هنا كده، ومعلش على صورة شات النجسة دي عامتين. صورة بيضة عامة سافل. تمام. المهم ان احنا هناخد البند كده، بس مش هنبينه للاسف في الفيديو. تمام، علشان الفيديو ما يتحذرش. تمام. فانت هتيجي هنا. تمام. انا طبعا عايز اجيب الرقم اللي انا عايز اطيره. تمام. انا دلوقتي كتبت البند، حطيت تمام 2، وهاجي دلوقتي هجيب الرقم اللي يعتبر انا عايز اطيره. الرقم ده اللي انا عايز اطيره، اي رقم. انا ده رقم واحد صاحبي، بس انا مش هظهره في الفيديو، انا بجرب عليه البند. تمام. ده رقم واحد صاحبي انا هجرب عليه البند. تمام. بس مش هظهر طبعا الرقم في الفيديو وكده. تمام. او مش هظهر عامه البند في الفيديو عشان الفيديو ما يطيرش وكده. تمام. انت هتيجي بعد ما الشركه ترد عليك تقول لك مرحبا، نشكرك على التواصل مع فريق دعم واتساب، كيف يمكننا مساعدتك. انت تكتب البند وفي الاخر الرقم من تحت، وهتيجي ايه بعته للشركه. تمام. اول ما الشركه هترد عليك. تمام. تمام. ثواني بس، هما يرد عليا مش هيكملوا حاجة. تمام. أول معلومة عامة، أول ما ترد عليك الشركة تمام، هتيجي على الرسالة اللي هي ترد عليك الشركة اللي هي هتكون مكتوبة بالرقم، هتعمل عليها 5 إبلاغات. تمام. وهتعمل عليها 5 إبلاغات. تمام. وبعد كده هتخش على أهي الرسالة وصلت. تمام. أنت هتعمل عليها 5 إبلاغات. بعد كده هتيجي على الرقم نفسه. تمام.
والرقم نفسه جوه وتيجي عامل 5 برضو ابلاغات. تمام. هنعمل طبعا احنا مع بعضنا دلوقتي 5 ابلاغات هنا. 1 تمام، 2 تمام، 3 تمام، 4 كده 5. انا عملت 5 ابلاغات على البند من جوه، اخش اعمل 5 كمان. 1 ماشي، 2 تمام، 3 تمام كده، 4 5. هنروح دلوقتي هنجرب الرقم مع بعضينا. تمام. هنيجي مثلا وليكن على اي نسخة توثيق عندي. تمام. انا هاجي مثلا على النسخة بتاعتي اللي هي نسخة العنكبوت. تمام. هنجرب الرقم دلوقتي وهنشوف الرقم طار معانا ولا لا. تمام. ركز في الشرح علشان لو انت ما فهمتش حاجة تخش تكلمني في التليجرام وتقول انا فهمتش النقطة دي، عشان انا بشرح الفيديو ده على الاجزاء، وعشان اقسم بالله انا ما فاضي اصلا. هندوس على كلمة التالي او تم الحظر عامة. هل رقم بلع بالشكل طبعا. ادي الرقم بلع. فايه المطلوب مني يا عم طرزان دلوقتي؟ المطلوب منك ان انت ما تصدقش اللي انت شفته ده. تمام. هتقول لي ازاي وانت طيرت الرقم؟ اقول لك انا اصلا الرقم ده محظور. تمام. الرقم ده بتاع واحد صاحبي ومحظور. تمام. انا في ناس كده، انا طبعا جاي اوضح معلومه بس مش اكتر، اقسم بالله ليكوا. اولا ما فيش حاجه اسمها برنامج ضرب ابلاغات. تمام. ما فيش حاجه برنامج اسمه برنامج ضرب ابلاغات. ما فيش اي هطل من الهطل ده. تمام. ثانيا، اي حد يجي عايز تتاكد ان هو موثوق وبيطير ارقام ولا لا، يجرب لك الرقم قبل وبعد. تمام. لكن في ناس كتيره بتطلع تهري اليومين اللي فاتوا دول، بس انا نسيت اصلا ان انا انزل الفيديو ده عامه، علشان في ناس كتيره بتصدق. تمام. بس كده. فمطلوب منكم ان انتم ما تصدقوش اي هري من الهري ده. واسف يا اخواتي لو كنت رخمت في الفيديو في العنوان للفيديو او في الصوره مصغره، بس كان لازم اوضح لكم الفكره، وكان لازم اوضح لكم ان كل ده في شنك. لازم اللي بيطير ارقام يجيب لك الرقم قبل وبعد، مش يروح يبعت لك من الجيميل او يخترع لك اي طريقه من دماغه. تمام. ويقول لك الطريقه شغاله وانت تصدق. لا، ما تصدقش. تمام. بس كده. واتمنى ان انا اكون فدتكم، ومعلش لو كنت رخمت عليكم الفيديو ده، بس اقسم برب الكون انا خايف عليكم انتوا بس، مش اكتر، ومش عايز اي حد يضحك عليكم. بس كده يا اخواتي، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.